بني وطني، بني شعبي، بني كل شيء. ايه رأيكم في الدنيا؟ والله الدنيا زي ما احنا عارفين غالية، وغالية جدا، ولا تغلى. مش عارفين هتوصل فين. انما هل الغلاء هيطيح بينا، ولا احنا هنطيح بالغلاء، ولا الغلاء هيضيع؟ مش عارف. انما ايه موقفكم من الغلاء؟ والله الغلاء شديد وعمال يشتد، كل حاجة عمالة تغلى. الخيار عمال يغلى، قوطة عمالة تغلى، خس عمال يغلى، الليمون عمال يغلى، كل حاجة عمالة تغلى. طب وبعدين؟ طب لازم في توقف لهذا الغلاء اللا معقول، الجنون. الفراخ عمالة تغلى، اللحمة عمالة تغلى، بني آدمين ما بيغلوش، مرتبات زي ما هي ما بتقضيش. طب هنعمل ايه بقى في المستقبل بقى؟ طب مين هيأكلنا ويشربنا بقى؟ والفلوس دلوقتي ملهاش قيمة. الفلوس كلها بقت ورق شجر. الحمد لله احنا بنجيبها، ناكل بيها، نشرب بيها، لكن مش عارفين هنوصل لفين. طيب يعني ايه اخبار الفلوس؟ طبعا الناس بعد 7 ايام من رمضان بتفلس، يعني اسعار غالية، فواكه غالية، الموز ب30 جنيه، اسعار فلكية بكل حاجة. الشاطر اللي يعيش، الشاطر اللي هو عايش، لكن مش حد شاطر. كل اللي هيشطروا بصيرهم هيفتقروا، لأن الفقر جاي، والفقر شايفينه على المدى الطويل عمال يزيد. طب هنعمل ايه بقى في المستقبل؟ هل المستقبل أخضر؟ احنا بنتمنى أخضر، لكن هو زي ما احنا شايفينه عمال يخضر، والخضار 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 عند بتاع الخضري اللي هو بيلعب بينا كورة، كل حاجة يقول لك الأسعار غليت. طيب هل البنزين سبب زيادة الأسعار؟ بنقول طبعا أيوة. طب هنعمل إيه في البنزين؟ هل البنزين هيزيد تاني؟ يبقى حرام، كفاية، حرام كفاية. لأن البنزين إذا زاد يبقى إحنا الأكل هيزيد، وإحنا كده المرتبات ملهاش قيمة، ولا هتبقى ليها قيمة، وإحنا حياتنا كلها بقت شكليات، حركات. مسلسلات رمضان كلها مسلسلات كلام فارغ، إعلانات كلها كلام فارغ، ممثلين كلهم مش شايف منهم أي إنتاج، إلا هم معروفين، هم شغالين، مفيش غيرهم، هم اللي بيكسبوا، ولعبة الكورة بتكسب. طب إيه موقفنا إحنا دلوقتي من الفلوس؟ هل الفلوس بعد التعويم بقى لها قيمة؟ طبعا بنقول ملهاش قيمة، والإغراق إحنا عايشين فيه غرقانين. وإذا كانت الفلوس موجودة ملهاش قيمة، ومبقاش لها قيمة، والجنيه المصري بقى ما يسواش، بقى لا قيمة له. الدولار طالع لفوق عمال يطلع علينا، أموال الساخنة شغالة ولعة على قفانا، واحنا تعبنا. طيب ايه هو المتوقع من اللي جاي؟ اللي جاي في علم الغيب، لكن هل الفلوس هترجع زي زمان ويبقى الجنيه جنيه وليه قيمة، أم إن إحنا هنظل ناخد قروض ونسدد قروض، وعمالين نعمل في مدن جديدة وإنتاج مفيش، تصدير مفيش، والأمور كلها متوقفة؟ هنفضل نتفرج على بعضينا إمتى؟ هنفضل عايشين كده لإمتى؟ الأيام بينا وهنشوفها وهنحس بيها ونستمع بيها وكلنا حاسين بيها، لكن لازم كلنا نصحى نفسينا علشان نعيش أيامنا وليالينا. رمضان كريم على المصريين وعلينا جميعا، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين.